ب 284 صوت وبنسبة 21.83% من المشاركة الجملية في الانتخابات التشريعية التي لم تتجاوز 5%. فاز ياسين العياري مرشح قائمة الأمل المستقلة بمقعد في مجلس نواب الشعب عن دائرة ألمانيا. نجاح أكد فشل الأحزاب الكبيرة اللي راهنت وحطت كل ثقلها للفوز في الانتخابات بألمانيا، وكان بداية أزمة سياسية داخل الأحزاب على غرار حزبي النهضة والنداء. فمن هو ياسين العياري؟ ياسين العياري هو النائب المثير للجدل بمجلس نواب الشعب اللي عرفوه التوانسة من خلال تصريحاته ومواقفه وانتقاداته الشرسة في الكثير من المجالات. الجمهور العريض عرفوا في زوز مراحل قبل وبعد الثورة، وين كان ينشط في مجال حرية الانترنت وتوقف 3 مرات في وقت بن علي، ومن ثم أصبح نائب في مجلس نواب الشعب. اليوم ياسين العياري محكوم ب3 شهور حبس، وذلك بعد أن أبلغته المحكمة العسكرية البارح الخميس 1 نوفمبر 2018 بصدور حكم استئنافي في حقه على إثر تدوينة فيسبوكية اتهم فيها بالمساس من المؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية، تهمة نفاها ياسين العياري وأعرب رغم ذلك عن استعداده لقضاء العقوبة السجنية وتنازله عن الحصانة البرلمانية. ياسين العياري بين مدون وعضو بمجلس نواب الشعب، هل سيقضي عقوبته السجنية وما مصيره تحت قبة البرلمان؟ إذا مرحبا بكم من جديد. مرحبا بك أيضا عضو مجلس نواب الشعب ياسين العياري، وشكرا على قبول الدعوة. بارك الله فيك، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك. فقط نحب نقول اللي احنا رانا وجهنا الدعوة لمن يمثل القضاء العسكري باش يكون حاضر معنا، أو على الأقل يدخلوا معنا بالهاتف باش نفهموا وجهات النظر، ولكن يبدو أنهم رافضين الحضور معنا. فمرحبا بك مرة أخرى ياسين. نحب تعليقك أنت الأول على الموضوع ومن بعد نتوجه لياسين بالسؤال. حافظ. والله ساعة أولا مانيش عارف علاش مادام أنا ياسين العياري معناها جال تونس ومتثل مبدأ الأشياء كانوا تكون جلسة حضورية، مش عارف علاش ياسين العياري وقت اللي أصدر نهار الجلسة الحكم الأول الابتدائي، لا الحكم الابتدائي خلينا هذاك اعترض عليه وجا حضر، لكن في الاستئناف مبدأ الأشياء أنه يكون ياسين العياري حاضر نهار التصريح بالحكم، لأنه جلسة المرافعة لازم يكون حاضر. فهمتي؟ باش على الاقل يبرر موقفه، باش ما يتسماش وكانه حكم غيابي. معناها تو اللي صار اللي فهمته من 15 يوم ل3 اشهر مبدا الاشياء وكانه معناها تجديد العقوبه ربما لعدم امتثاله امام هيئه القضاء. بنعرف الساعه اولا علاش ياسين العياري ما حضرش نهار جلسه. خليني نفسر لك ونفسر للساده المشاهدين القصه من اولها. انا حكمت عسكريا عام 2014 قدام محكمه عسكريه. شنو كانت تهمتي وقتها؟ جاء السيد اسماعيل فتح الله اللي هو وقتها رئيس اركان جيش البر، قف قدام المحكمه وقال انه لما قرا الكلام اللي كتبته انا تمست معنوياته، فحكم عليه بالحبس، فريد الحبس بالمس من معنويات الجيش. خرجت من الحبس في 2015. في فبراير 2017 وقع ترقية السيد اسماعيل فتح الله، فكتب التدوينه. ماذا فيها هذه التدوينه؟ هنأته بالمنصب وسخرت منه. كيف سخرت منه؟ قلت السيد هذا رقيناه، السيد هذا كي جاء قدام المحكمة العسكرية في 2014 قال انه ستو فيسبوك حطم له معنوياته، هذا جنرال حساس. هذا هو نص التدوينة حرفيا. باهي برا يا زمان ويجا يا زمان. ديسمبر 2017 تخرج نتائج انتخابات في ألمانيا، وكانت خلينا نقولوها مثالس صفعة على قفا السيستم. باهي الأحزاب السيستم كاملا بكل أذرعه المالية والإعلامية والسياسية الكل. صفحة فيسبوك هزمتهم الكل. باهي يوم 4 جانفي 2018 يجدوا ستاتيو هذاك، يحلوا فيه بحث ويحلوا فيه تحقيق ويستدعوني في نفس 4 جانفي، وفي نفس يوم 4 جانفي تخرج البطاقة لمركز باردو، وفي نفس يوم 4 جانفي ترجع غير منفذة، وفي نفس يوم 4 جانفي يعينوا جلسة. ماذا كانت القصة هي؟ نعملوا له قضية وحكم باش يلقى روحه محكوم غيابي وما يروحش، انتقاما وتشفيا كيف مرغ أنف السيستم في التراب. روحت لتونس
عادت المحكمة، كانت الجلسات في المحكمة العسكرية بيوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء هو نفس يوم الجلسات العامة في البرلمان. يا سيدي عيطوا لي نمشي، مرحبا، أجل أجل أجل، وليش نغيب على البرلمان أنا باش نمشي للمحكمة أجل؟ قلت لهم هاني حضرت لكم مرة اثنين ثلاثة، ما عادش نجم نقعد نلعب أنا وياكم، أنا إنسان مسؤول، كلفوني توانسة بمسؤولية، هاني في البرلمان. حكموا علي غيابيا 16 يوم على كلمة حساس. صارت فضيحة على كلمة حساس. على كلمة حساس. كيفاش تقول على جنرال حساس رغم أنه هو وصف نفسه في محاكمة علنية ما هي سرية أنه ستو فيسبوك حتى عن معنوياته حساس، وصف دقيق وموضوعي. باهي، حكمت على المحكمة غيابيا. هو علاش غيابيا؟ لأني قعدت تمشي ونجي، حضرت الجلسة الأولى والثانية والثالثة. وقتاش غيابيا؟ في ماي، وأنا من فيفري كي عيطوا لي نمشي، أنا ممثل القضاء. باهي، صارت فضيحة إجرائية، النيابة تستينف حكم غيابي. فضيحة فعلا. جاء المحامي قال النيابة استنفت، وراي ما تجيش، ايش عندك فيه؟ باهي. وانت استنفت ولا؟ استنفتش انا، حكم غيابي، يعني ما لا يستينف الحكم الغيابي، يطعن فيه. يطعن فيه. هما استينفوه. فضيحة، فعلا فضيحة. باهي. هذه قضية، خاطر ما عملوش قضية واحدة. اي وانت طعنت؟ اي فقط لا احنا فقط سؤال، تو انت حضرت قلت برشا جلسات، علاش المرة هذه غيابية؟ استناني عاد. باهي، هما عملوا الاستئناف وعملوا جلسة الاستئناف وحكم على الاستئناف في قضية استئنفوا فيها غيابي اللي هي فضيحة. مشيت انا البارح المحكمة في قضية أخرى، لأني ما عملوش قضية، عملوا 3 قضايا. أكثر إنسان تحاكم عسكريا في تاريخ تونس، في حين مدنيا ما تلقاش عندي بي في ستاسيونمون. باهي، مشيت للمحكمة، عيطت لي الكاتب تاع المحكمة قال لي حاجتي بك. حاجتي بيا فاش؟ تفضل بالجلسة. قال لي عندك حكم. هات. قلت شنو الحكم هذا؟ 3 أشهر معتبر حضوري. الحكم الاستئناف لم يكن غيابي، كان معتبر حضوري، هذا المكتوب في نص الحكم. قال لي صح لي؟ قلت صح لي. هات خويا الحكم تاعي سلمت. قال لي هل تريد التعقيب؟ انا تعقيب. قلت له اكتب في الورقه نتاعك لا اروم التعقيب، بالنسبه لي انا انتهى الموضوع، هذا حكم جاهز، حكمت المحكمه اعتبرته حضوري، ليس الخرق الاول او الاخير في الاجراءات، اعلم ان ثمن تحدي السيستم باهظ. هات سيتي بالوقت هز التليفون، كلمت رئيس ديوان مجلس النواب وقلت له اعلمته بالوضعيه. ثم هز التليفون كلمت السيد رئيس مدير ديوان وزير الداخليه، قلت له انا على ذمتك تم حكم قضائي ضدي، انا احترم القضاء حتى وان كان ظالما، وين نجم نسلم روحي. نزيدك ثم خطوه نسيناها، الحصانه. كي تمسك بالحصانه انت لا تحاكم اصلا. وهذا السؤال انت توا هاني جايك للسؤال. لا معناها يقول القائل اذا انت تعتبر انه الحكايه معناها فيها نوع من الظلم، هو رفع على روحه الحسن. هي هذا سؤالي، تعتبر انه فيها نوع من الظلم، وانه الحكايه مفتعله، وانه الحكايه في اطار خصومه سياسيه، ماهيش قضيه حقوقيه سياسيه. اذا كان هي معركه سياسيه بامتياز بالنسبه لك انت، فلماذا تتنازل عن الحصانه؟ المعارك السياسيه سيدي الكريم هذا الجيل يخوضها لا يهرب منها. الحصانه خليها للسراق، للمرتشين، خلي الناس الهاربه اللي عمل العمايل. لما تكون بريء غير مذنب ما يستاهلش حصانه، ما يستحقش حصانه. حصانه استعملوها في استعملت الحصانه اليوم، شكون يتمسك بالحصانه باي نوع من انواع الحصانه؟ سواء شعبيه او برلمانيه او بانه في الحكم، شكون اللي عنده مشاكل حقيقيه؟ لما تكون ما عمل شيء علاش تهرب؟ علاش تخبى؟ انا جاني معنى كان يكفي اني نقول له اتمسك بالحصانه، قلت له لا اتمسك، تفضل هاي ورقه مكتوبه. لا سامحني يا سيدي، معناها ما تراش انه وكانه دور بطولي شويه؟ لا سامحني. انت قلت كلمه باهيه، لكن انا اعتبرها زاد مش في محل. تقول نحترم القضاء، قبل ما تحترم القضاء احترم القانون. القانون ايش يقول؟ يعطيك امكانيه انك تطعن في حكم غيابي، يعطيك ان امكانيه تعقيب، يقول لك دافع على روحك حتى لاخر رمق. انت اخترت الاستسلام ومباشره صحت وقلت مانيش مستعد نعاقب، والمهم وقفوني وهزوني للحبس. وكلمت وزير كاتب رئيس ديوان وزير الداخليه، قلت له بلا انا حبس باش تهزوني، خليني نمشي نقدم روحي. انت تحب تصنع من روحك بطل جديد قبل حمله انتخابيه سابقه. خاطر انا هذا الشيء نقول توا كي نخسر الشيء هذا. اسمح لي نجاوب. تفضل. خلي الحكم بات التعقيب لا يوقف تنفيذه. أنا على ذمة القضاء، ما نتعقب أو ما نتعقبش، نتعقب وما نتعقبش، تعمل تعقيب وطلب وقف التنفيذ. لا 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 أنا لا الاستئناف لا تعمل وقف التنفيذ. التعقيب لا يوقف التنفيذ. تعمل تعقيب، لا تطلب وقف التنفيذ. لا يوقف التنفيذ، التعقيب يحافظ. حتى يوافقوا لك عليه، أنت تطلب إيش تحب، لكن أنت فيك حكم
أصبح بيت. ثم سأجيبك على النقطة هذه في آخر الحوار حتى تفهم علاش أنا قلت نفضوها. خلينا نزيدك حكاية أخرى سيدي، علاش مشيت المحكمة أصلا باش بلغوني بالحكم هذاك؟ ايش فيها القضية الثانية؟ أي سيدي جابوا كلام واتهموني به تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. تصل عقوبتها فيها عقوبة واحدة. ما جاوبتش حافظ راه. علاش تجاوبوا في الاخر؟ احترامك للاجراءات وانك تتبع الاجراءات خير من انك تدخل الخانه او تسلم روحك. عمرها ما كانت عن بالعكس، الحسنة. عمرها ما كانت تخون. وهذا حكم بات. نعطيك حاجه، في يوم من الايام طرح هذا مشكل ليس جديد بالنسبه للبشريه. هل اطيع حكما ظالما؟ فوالا. طرح المشكل من عهد اليونان، من عهد الاغريق. سقراط وضع في هذا المشكل، وهو فيلسوف، فخير ان يشرب السم وأن يموت بحكم ظالم على أن يسقط قانون المدينة. اليوم أنا عمري كامل وطالب بالامتثال للقانون، واللي حتى حد ما فوق القانون، والناس كنت تحاسب. نجي حتى لو ظلمني نقول لا أنا خاطرني فلان ولا نايب لا 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 لا. لما تكون صاحب حلم وعندك تصور مجتمعي فيه العدالة هي الأساس، ما تجيش تعارض نفسك. خلينا نرجع لك القصة القضية الثانية تفهم بالضبط. الثانية باهي سيدي، جابت المحكمة المدعي العام العسكري جاب كلام وقال كتبوا ياسين العياري. المحكمة حتى الرابط منين جابته ما ثماش في الملف. معاينة نتاع عادل بونفذ خلينا نثبتوه ما ثماش. ايش عملت المحكمة؟ طلبت اختبار، قالت خلينا نثبتوا سيدي هذا الشرطة الفنية طلبت منها اختبار. سابقة تعرف عملت النيابة العسكرية؟ طلبت رسميا كتابيا من المحكمة انها ما تعملش اختبار في تهمة عقوبتها الإعدام. معناها يا رسول الله ما عندي راش يعدموهم بجناية، دائرة جنائية. ما تحبش تعمل اختبار؟ باهي. المحكمة تمسكت بالاختبار. جاء الاختبار وكنت عملت ندوة صحفية وقتها ووزعت نص الاختبار على الصحفيين. ماذا يقول هذا الاختبار؟ الكلام المكتوب لم يكتبه ياسين العياري. قاعد تخيل في المشهد، يكتبوه هم الكلام، يعديوك به للمحكمة جناية، يرفضوا الاختبار. وجاء هذه مش انا كتبت الاختبار، الدوله كتبته، الشرطه الفنيه عندها جميع الامكانيات. ويجي وش تعمل المحكمه وقتها؟ المفروض وهذا الدليل الوحيد. تعمل المحكمه وقتها تحكم عليا ب3 أشهر سجن. المحامين ما فهموا شيء وجاوا حكى معايا قالوا لي بصراحه ياسين هذه ليست محكمه قانون. خلينا نعطي الساده المشاهدين خليفهم شويه تركيبه المحكمه العسكريه. القاضي مدني مع هذه الجناحيه مثلا، زوج قضاة معاه عسكر ضباط. المدعي العام ضابط، معناها تقنيا عرفوا مدير الدفاع وعرفوا رئيس الحكومه. كيفاش تاخذ القرارات؟ بالتصويت. الرئيس قال نسيبوها، زوج عسكر قالوا نشدوه، يتشد. لما انت امام محكمه معناها يجيبوا دليل مزور، راهو خطير جدا. الدليل اللي تقدمه المدعي العقيد للمدعي العام العسكري مزور، يوصلوا لك كلام. ياسين علاش صورت الحكايه كانك فعلا انت لا 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 بشكل مش كبير؟ انا ما صورت شيء. علاش انت بالذات مقصود؟ سامحني هات نقول لك علاش انا بالذات ما صورت شيء. كل ما ذكرته نشرته العموم وفرقته على الصحفيين كاملا، ما زدت حتى كلمه من عندي. ها نقول لك علشان علاش نقول لك علاش يبذلون كل هذا المجهود على شخص يملك صفحه فيسبوك. لانه السياسه في تونس سيستم فيه توزع ادوار. يحبوا الحركه انت اسلامي انت علماني انت كذا، ويوزعوا الاوراق في وسطهم. لما تكون من خارج هذا السيستم وتهزم هذا السيستم، تعرف يحبوا هما؟ يحبوا النائب كي يجي يصيح ويعيط. لما النائب يعمل 200 سؤال كتابي غير مسموح. لما انت تدور في القهاوي، انا مشيت في وسط الجمهوريه ندور في القهاوي نحكي مع الشباب في بلايص زملائي النواب نتاعهم ما مشى لهمش. هل يعلموا التوانسه اليوم انه قانونا عندنا اسبوع جهات كل شهر النائب لا عنده جلسه عامه لا عنده لجان هو على ذمه الجهه نتاعو، لازم يكون مش جماعه حزبه ولا جماعته لكل المواطنين متوفر يحكيوا معاه. التوانسه تراه قداش جاكم من النائب. انت تعتبر روحك ورقه سياسيه مهمه تقلق النظام بما فيه المعارضه واللي في الحكم، تقلق الاحزاب الكل. هاكش نجاوبك سيدي. في الانتخابات البلديه صار ثم 500,000 انتخبوا النهضه، ثم 400,000 انتخبوا النداء، ثم 3 مليون ونص ما انتخبوش. فهموا ما عادش تحب العركه هذه نتاع التموقعات والسياحه الحزبيه والكلام الفارغ وانا ضد فلان ضد فلان. يحبوا ناس تختم، يحبوا ناس بعقليه جديده. فلما هما علاش كانوا معملين انه 3 مليون ونص هذوما ما ينتخبوش، هما يهزوا جماعاتهم بالكيران ينتخبوا ويحكموا. لما يلقاو
ما دخلش في عركاتهم، لا دخلت نسب في هذا لا في هذا، عركاتهم الوهميه، وعلاش نقول وهميه؟ هتقول لك علاش وهميه؟ ليلى شتيوي زميلتي مثلا اللي قلبت الدنيا بالنهضه وشبكه التسوير اليوم عشكم متحالفه مع النهضه، يعني تبديل مواقع، لم يلقاو نايب يخدم فقط خدمته. نعطيك مثال، زملائي في المجلس وكتل كبيره كي صارت الفيضانات وصارت حطمه الجسور، ايش عملوا؟ يجي في المجلس يقول لك مطالب بفتح تحقيق، صباح لي طالب في شكون؟ كلام فارغ. لما يلقاو نايب ياخذ ورقه وستيلو يبعث لوزير التجهيز يقول له اعطيني جميع الجسور اللي طاحت في 2018 واعطيني الصفقات نتاعها وشكون خذاها والكونترول نتاعها وش عداها لعماله المهندسين للقيام ببحث، لما يلقاو نايب يشكي بستة وزراء جزائيا، هذا غير مسموح عن السيستم. المسموح انك تجي تصيح وتعيط. فلما انك تربحهم تغلبهم تخاطب الشباب. نعطيك حاجه اخرى غير مسموح اليوم، انك تكون كملت كل وعودك الانتخابيه، هذا غير مسموح. عملت 5 وعود انتخابيه في حملتي كملتها ال5، هذا غير مسموح تماما. فانت بالنسبه لهم وليت مصدر قلق. نعطيك مثال سيدي الكريم، اليوم خلينا نحكيك على السيستم. اليوم وانا جاي في قناه اخرى في الحوار التونسي قالوا يجيب في التعاطف. سامحني انا مشيت كتب روحي، معناها انا غمست يوسف الشات قلت له عمل بي قضيه مفبركه، لانهم فهموا اللي كلمه سيستم في حدا لازم تقال، لازم ناخذ في التقسيم علماني اسلامي ونبدوا في هذيك. اما كلمه السيستم هذا الكل المنظومه وانت من خارجها بوسائل بسيطه تخاطب الناس شباب بالحق معناه ويحكي مع الناس. نعطيك ترفع كملت الدوره نتاعي في الجهات لما سمعت مشاكل الناس. نعطيك مثلا شنو مش غير مسموح. اليوم مثلا زوز من المشاكل اللي سمعتها وهزيتها وتعات اني باش نحلها تحلت. الملعب المعشب في لمطه عنده 6 سنين واقف بسؤال كتابي تحل المشكل ويحضر 2018. الماء في سيدي ابو بكر في قفصه بعث وزير الفلاحه هذا غير مسموح. طريقه العمل هذه القانون التونسي النائب هو النائب لكل التونسيين. خلينا نحكيو على المانيا، سامحني خلينا نحكيو على المانيا. تعرف عملت من لقاء مع الجاليه في المانيا كل اسبوع جهات مشيت، عملت 37 لقاء. نائب عامل موقع ويب، اي مواطن مقيم في المانيا عنده مشكل يحط مشكلته سامحني اون طون ريال يتبع مشكلته وين صارت. العقليه هذه تزعج السيستم، فالسيستم مش عنده. علاش ما يحكمونيش مدنيا؟ علاش؟ لانه مستحيل. طيب هوني سؤالي بالله نختم به ياسين، اذا كان انت الى هذه الدرجه فعلا مناقض للسيستم وانت حلم شاب سياسي يحب يخلق معناها تقاليد جديده في العمل السياسي اللي فعلا قريبه للمواطن وتعكس هموم المواطن ومشاغله، لماذا كيفاش تتنازل على حلمك هذا ببساطه شديده من خلال تنازلك على الحصانه وقبولك لانه انت ماكش ضامن باش ترجع مجلس نواب الشعب. ما نعرفش الحقيقه القانون شنو يقول، باش ترجع عضو مجلس نواب الشعب ولا لا اذا كانت تعدي. خلينا نفسر لك سيدي. الربطيه ثم ناس تحب تاخذ نائب او منصب الواش باش ياخذ اودي ولا باش ياخذ تيتر وباش ياخذ حاجه. انا عندي حلم نتاع تونس خير. نقول لك حاجه، علاش انا نقول حطني في الحبس؟ هات خلينا نعملوها العركه ما نهربوش منها. لانه اليوم كي تحط نايب، احنا القصه راهي مش سامحني مش من جانب مش تناولها من الجانب الحقوقي مدني قدام محاكم عسكريه، لا مش هذا، من الجانب السياسي. انت اليوم تحط في نائب معارض في الحبس بقضيه عسكريه سوريه، الجانب السياسي. علاش نعمل هكا انا مثلا؟ علاش نقول تفضل حطني؟ هات خلينا نخوضوها العركه هذه. هات ما تخباش، هات سيدي مثالش خليني نحط لي شهور في الحبس. هات نتعاركوها ونفضوها المشكله وخا تسمع الناس شنو صاير. علاش؟ على امل انها تكون اخر محاكمه سياسيه في تونس، على امل انها تكون اخر محاكمه عسكريه في تونس. يزي هذه الاساليب الباليه اللي يغلبكم بنظافه ويجي لا عمل العرك مع حتى حد، جاء فقط خدم خدمته بنظافه، وكان نائب لجميع التونسيين اللي يحبهم واللي ما يحبهمش في كل مكان. باهي ايش تعمل له انت؟ تحكم عسكريا. اي كي نعطيه مخرجا، كي نعطيه مخرج يصير يعاودها مره اخرى. يلزم يفهم هذا السيستم اللي لان الغرصه اللي انا باش نتخبى، لاني مسجولين باش نتخبى. السيستم يستعمل المناصب ويستعمل الفيزيبيليتي باش يتخبى. لا، هذا الجيل يخوض عركاته وللاخر ويدفع الثمن. انت تخاطب شخص بوخ الكرتوش يخيط ولا روحه جده كان فلاق يا اخي. قيل تاش نهار من هذه المعارك ان نكون نائب شعب يعني تحترم القانون ولو كان ظالما. واضح. شكرا لك ياسين العياري عضو مجلس نواب الشعب. بعد شوي بنستقبل سفيان زعق الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه باش نرجعوا على الحادثه الارهابيه الاخيره، تبعاتها واخر التطورات بالطبيعه في هذه الحادثه ومدى جاهزيه قواتنا الامنيه للتصدي لمثل هذه الحوادث الارهابيه المباغته في كثير من الاحيان. لكن قبل هذا نمشيو مع قصه نجاح اللي ديما تقعد بقعة الضوء في تونس، انه فما قصص نجاح. العتمه اللي نشوفوا فيها سياسيين ديما فما ناس ناجحه وفما ناس بالعزيمه والاصرار تنجح فيما تريد النجاح فيه. نمشيو مع قصه نجاح ثم نستقبل بعد شوي ضيفنا.